النهارده هنعمل مع بعض اسكالوب بانيه البفتيك. طبعا اكله العزومات مفيش اكله بتخلى من البفتيك الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. البنات اللي بتشتكي ان الكفر بتاع البفتيك بيتفك منها، من النهارده مش هيتفك ابدا وهيفضل ثابت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حتى لو خزناه في الفريزر فترات طويله برضو مش هيفك مننا وهيطلع بنفس الجمال ده. وكمان معاها مكرونه بالصلصه بطريقه متميزه جدا وسهله وحلوة جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله. هنبدأ بالمكونات مع بعض. هنجيب حبايتين كبار من البصل ونبشرهم بالمبشرة. طبعا احنا عايزين ناخد البصل ده ونحطه في المصفى. ادي الشكل اللي حضراتكم شايفينه، لان أنا طبعا هستعمل البصل ده بطريقة تانية. البصل بتاعنا الكمية بتاعتنا كلها هنجيب المصفى وتحتها طبعا البولة بتاعتنا. هنحاول نصفي التفل بتاع البصل كويس جدا لان احنا مش عايزين غير المية. حطينا المصفى بتاعتنا طبعا ولازم نضغط عليه جامد علشان ننزل المية اللي موجودة جواه والسوائل بتاعتنا كلها تنزل. دي كمية المية بتاعت البصل اللي طلعت مننا. هنجيب طبق ونطلع فيه البيض. انا بحب دايما افتح بيضة بعدها التانية. ادي كده البيضة التانية كده انا معايا حبايتين من البيض على كمية المية من البصل اللي نزلت، تقريبا دي ما يقارب من نص كوباية. هنقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا. الملح طبعا دي معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون. طبعا البهارات بتدي طعم جميل جدا. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما يندمجوا زي ما حضراتكم شايفين. معانا كوباية من الدقيق مش هننزل بيها كلها، هنحط في البداية نص الكمية ونقلبهم كويس جدا جدا. مش عايزين يبقى فيها أي تكتلات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكمل باقي الكمية برضو بس مش هحطها كلها برضو لأن أنا عايزة أشوف هتحتاج مننا دقيق تاني ولا لأ. هنقلبهم كويس جدا جدا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. ونشوف بعد كده هل هنحتاج دقيق تاني ولا خلاص كده أخدنا أقل من كوباية دقيق. القوام كده جميل جدا مش هنحتاج أكتر من كده. معانا كيلو من اللحمة. اللحمة دي اسمها وش الفخدة، احنا جبناها من عند الجزار وقطعها بالطريقة دي. لو حضراتكم عايزين تكبروا القطعة اكتر من كده برضو تطلبوا من الجزار ان هو يكبر القطعة حسب ما حضراتكم عايزين. بنجيب كيس مطبخ ونحط عليه القطعة الاولى من البفتيك وبعد كده كيس تاني وبندق عليهم بالحتة اللي فيها سنون دي اللي من تحت، بندق عليهم كويس جدا علشان نفتح المسام بتاعة اللحمة. لما تيجي تستوي ما تبقاش نية من جوه، تبقى كلها مستوية وطعمها حلو جدا. بندق كده من جوه لبره بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. اهم حاجه ان احنا ما نقطعش وحده البفتيك احنا وشغالين دق فيها. الشكل اللي حضراتكم شايفينه انا كده ما خليتش القطعه خفيفه جدا، لا انا عايزه برضو انا وبعمل باكلها بحس ان طعم اللحمه موجوده، طعم البفتيك ظاهر معانا. ما نرفعهاش قوي كمان علشان ما تنشفش مننا احنا وبنحمرها. ادي كده اول قطعه السمك بتاعها مناسب جدا. بعد كده هنجيب قطعة تانية أوريها لحضراتكم. هندق عليها كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه من جوه لبره علشان نفتح المسام كويس جدا بتاعة اللحمة. ادي بالشكل ده. طبعا المقاس ده مظبوط كده. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهم حاجة ما نقطعش وحدة البفتيك احنا وبندقها كده حلوة جدا جدا. هنجيب الخليط السائل بتاعنا وننزل فيه بالبفتيك بتاعنا واحدة ورا واحدة، ما نحطش الكمية كلها مرة واحدة علشان تشبع كويس جدا معانا من الخليط. ادي زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب الحبة التانية ونحطها بالشكل ده ونغطيها كلها بالسائل بتاعنا. طبعا ريحته جميلة جدا جدا والقوام بتاعه مناسب وحلو خالص. ادي انا كده خلصت الكمية بتاعتي كلها، الكمية كده كلها خلصت. هنغطيها بالاسترتش بتاعنا كويس جدا لان احنا طبعا لسه هنحفظها في التلاجة. انا عملتها كده من بالليل هتقعد في التلاجة معانا من بالليل. حضراتكم لو مستعجلين ممكن تعملوها قبل ما تبدأوا في التحمير ساعة ساعتين ما تقلش عن ساعة.
هنعمل مع بعض المكرونة. هنجيب المية طبعا لازم تكون سخنة، وننزل عليها بمعلقة من الملح وعليها معلقة من الخل الأبيض. ننزل على طول بالمكرونة في المية السخنة والمية والملح. طبعا أنا محبش أبدا أحط زيت في المية أنا وبسلق المكرونة، لأني بتنزل الصلصة من عليها. بنقلبها كويس جدا ونسيبها تستوي، وأعمل مع حضراتكم الصلصة بتاعتها. بنجيب 5 معالق من الزيت، وده التفل بتاع البصل اللي احنا نزلنا المية بتاعته اللي استعملناه في البفتيك. هنحط البصل ونحطه في الزيت كويس جدا جدا ونحمره زي ما حضراتكم شايفينه كده. هيبتدي يدبل معانا، طبعا هو مفهوش اصلا مية لان احنا نزلنا المية بتاعته. بنقلبه كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا البصل الكمية بتاعته حلوة لان انا عملت كيس كامل من المكرونة. بنحط معلقة صغيرة من التوم. التوم طبعا بيخلي طعم الصلصة جميل جدا، وبيفوحها كمان حلوة جدا التوم مع البصل في المكرونة. ادي بنقلبهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بننزل بالصلصة. الصلصة دي تقريبا نص علبة من الصلصة، بحب ازودها شوية من عشان ما تبقاش تقيلة احنا وبنسبكها. ادي كده احنا كملنا المية بتاعتنا. وبعد كده هننزل بالبهارات. معانا معلقة من الكزبرة، معلقة من الفلفل، نص معلقة من الكمون، والبابريكا طبعا لان هي بتحسن اللون والطعم. وبعد كده معلقة صغيرة من الملح، وبنقلبهم كويس جدا مع بعض. شكل الصلصة جميل جدا وريحتها حلوة جدا جدا. دي تقريبا ربع كوباية صغيرة من الخل، يعني 4 معالق من الخل. وبنقلبهم كويس، وما ننساش طبعا المعلقة الصغيرة من السكر. السكر طبعا بيحاول يعادل حموضة الطماطم، ما بيخليش الناس الكبيرة بالذات لما تاكلها بيجيلها حموضة من الصلصة، فالسكر بيخلي الحموضة تخف شوية منها. ادي الطماطم اتسبكت معانا زي ما حضراتكم شايفين. الزيت فصل من الصلصة، فمعنى كده ان هي خلاص اتسبكت. ادي المكرونة بتاعتنا حلوة جدا، التسوية بتاعتها ممتازة. احنا مش بنخليها اكتر من 10 دقايق احنا وبنسلقها. طبعا المكرونة دي مكرونة الملكة قلم. لو حضراتكم بتحبوا المكرونة اللي بتبقى بالكيلو الفلت، ما نخليهاش اكتر من 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير لاني بتعجن. بنقلبها كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. اللون بتاع الصلصة جميل جدا وريحته حلوة خالص. هنحطها على البوتاجاز ونوطي عليها درجة الحرارة، نخليها ضعيفة، درجة الحرارة ضعيفة جدا. طلعت البفتيك من التلاجة، طبعا هنشيل استرتش من عليه. كل ما بتقعد التتبيلة دي في اللحمة بتاخد وقت طويل، بتبقى افضل بكتير احسن طبعا. بعد كده بجيب 4 حبات من الليمون بعصرهم على البفتيك. طبعا الليمون بحب اخليه في الاخر، اخر حاجة خالص علشان يحتفظ بطعمه كده. الليمون بنخليه قبل ما نحمر على طول. بس كده بنقلبهم كويس جدا مع بعض. بندمج المواد السائلة والخلطة بتاعتنا مع اللحمة والليمون. ادي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ان شاء الله مش هتاخد معانا وقت في التسوية، لان هي خدت وقت جامد في التتبيلة من بالليل طبعا في وقت طويل جدا. بنجيب صينية كبيرة وبنحط فيها الفيجيتار بتاعنا. طبعا الفيجيتار ده انا عملته مع حضراتكم قبل كده. البلاد اللي غير القاهرة اللي بتتابعنا عندهم اسمه اللي هو العيش الناشف، بيطحن وبيبقى بالشكل ده. ادي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اهم حاجة ان احنا نضغط على البفتيك بالفيجيتار كويس جدا بايدينا وننفضه بالشكل ده، وبنشيل الكمية كلها. وادي المنظر بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كده بنجيب الطاسة بتاعتنا وبنحط فيها كمية كبيرة من الزيت، وعليهم كمان معلقة كبيرة من السمنة. طبعا بالنسبة للمادة الدهنية كل واحد حسب ما بيحب، لو عايزة سمنة بس، لو عايزة سمنة وزبدة، لو أي نوع مادة دهنية حسب ما حضرتك بتحبي.
اخلي البداية الزيت يكون سخن جدا، وبعد كده انزل على طول بالبفتيك، وبعدين نحاول ان احنا نوطي درجة الحرارة نخليها وسط، ما نقلبوش كل 20 ثانية نقلبه الناحية التانية، بس في البداية ما نجيش جنبه خالص وما نقلبوش ابدا. هنيجي الناحية التانية نقلبها وبنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه، كل فترة والتانية طبعا بنقلب زي ما قلت لحضراتكم. ادي الشكل ده طبعا هو مش بيفك ابدا، لان زي ما حضراتكم شايفين من انا وماسكاه على البوتاجاز الكفر بتاعه ثابت جدا، وادي كمان بالشوكة كريسبي جدا من بره. انا بفضل ان انا احطه في المصفى علشان يفضل مقرمش. شكله زي ما حضراتكم شايفين جميل جدا جدا. ادي الكمية بتاعتنا كلها. فرش طبعا تحت في الطبق شوية من البقدونس، وكمان على السطح من فوق زي ما حضراتكم شايفين شوية من البقدونس المتقطعين. شكله جميل جدا جدا. البفتيك مستوي واللحمة من جوه مستوية جدا وطعمها جميل، كريسبي من بره ومستوية من جوه. امشوا معايا بالخطوات هتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ادي الكفر مش هيفك، انا بعمل بصباعي برضو ما بيفكش بسهولة ابدا. امشوا معايا بالخطوات وطبعا هيطلع معاكم بالشكل الجميل ده. لو عجبكم البفتيك ما تنسونيش تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وما تنسوش التعليقات. اشكركم.